حنينة ربي زارة سيدي ربي تفك زين بوفقو سيدير ندوامة ندلس. ايوا فينكم الامازيغيات؟ شكون اللي عاقل على هاد التماويت؟ كانوا كيقولوها البنات والعيالات، وكيديروا ديك التلاغنجه، راه معروفه عند الشلوح ولا عند العرب في السنه الامازيغيه. هي من تقاليدنا العريقه اللي كانوا كيديروها وكيطلبوا بها الناس الشتاء. والصراحه هي من الطقوس الجميله اللي كتعجبني، واخا بعض الناس كيحرموها، لا راه اصنام وشكل ديال الانسان كيجسدوا فيه، يعني هما ما كيجسدوا فيه والو، هما غير كيديروه كرمز وكيبقاو يطلبوا الله انطلاقا من هذيك الحفل. اليوم كما كتشوفوا غادي ندير معكم العصيده ديال طونجيمين. حنا كنقولوا لهم بالامازيغيه طونجيمين، هو هربل، حبوب هربل، هو القمح كيحيدوا ليه القشور بواحد الطريقه في المهراز، كيرشوه بالماء وكيحيدوا ليه القشور وتيكون جاهز للطهي. المهم هو كيتقاد ليله قبل اذن النير. اذن النير هو ليله راس السنه الامازيغيه، وقدمت لكم هكايا غير باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليه، باش نسهل الطريقه ديال الطياب ديالو. كنديرو في الكوكوط، كندير ليه الماء، كنصفرو تصفيره وحده بالليل وكنطفي عليه. الغد ليه مثلا ليله الغد عاد غيكون العيد الامازيغي، عاد كنشعل ليه في الصباح. وكاين اللي كيبيتو في الفاخر، كيدير واحد شويه الفاخر كيديروا فوق البوطه حتى كيطبخ، اولا نيت فوق الفاخر حتى كيطبخ. وخاص يكون الفاخر يعني على المهل، يطيب بشويه الفاخر الليله كامله، وكيقدموه في ليله السنه الامازيغيه. كيديروا فيه مجموعه ديال الحبوب، يعني شويه شويه من كل حاجه، مثلا شويه العدس، شويه اللوبيا، شويه الشعير، واحد العظم ديال التمر. انا صراحه فاش درت هذاك العظم التمر ما تصورش ليا، وتنقولوا اللي طاح فيه في الماكله هو اللي تيكون مزهر في هذه السنه هذه الجديده الامازيغيه. صافي انا كنطيبو يعني الغد ليه فاش كان كيكون صفرته بليله، كنصفرو تصفيره وحده وتنطفي عليه وما تنحلش الكوكوط، وكنخليه تنغد ليه، كنشعل ليه على المهل حتى كيطيب. كنضيف ليه الحليب والزيت والملحه حتى كيطبخوا فيه مزيان. هنايا راه ديجا يعني سقيت ديك القصعه الاولى اللي شفتو، ونسيت ما وريتكمش الشكل زعما يعني عن قرب كيفاش داير. هكا كيكون، راه كتخليو فيه الماء بالزايد، ولكن فاش كيجلس شي شويه راه كيشرب داك الماء. اللي ما بغاش يدير الحليب ما يديروش. كنديروه في الطبسيل، كنديروا ليه واحد الحفيره كنعمروها بزيت الزيتون. هذا عمرته بزيت الزيتون، كناكلو انايا بزيت الزيتون. ولكن الاخر اللي قديت الماء للدار راه درت فيه الزبده مع شويه العسل، كنديروه في ديك الحفيره، كناكلوه بالمعلقه او لا بليد. هو صراحه ترويت كتكال بليد، حنا تنقولوا ليها ترويت. نيضن الناير دات نسكارس طونجيمين. نتمنى لكم ان شاء الله سنه جديده امازيغيه، اتكوا سمينو امازيغ اتيدي يسكشم ربي في الله صاحد تيغزير العمر ان شاء الله. نكني ولا كل مسلم ان قلان. المهم هذه هي العصيده ديالنا، كتجي لذيذه وصحيه، وكما قلت لكم تيديروا فيها مجموعه ديال البذور، غير انا ما متوفرينش ليا، ماشي ما متوفرينش، يعني عندي شي حاجه في الدار وشي حاجه باقا خاصاني، صافي قلت ندير غير العصيده كما كدار. وكما قلت لكم داك العظيم ديال التمر اللي طاح فيه في حداه ولقاه هو اللي تيكون مزهر. هادو غير من بعد التقاليد اللي منسيه وبغيت نذكركم بها. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم. كان فيديو خفيف ظريف، تنساونيش من واحد لايك وتعليق وبارطاجيو القناة، وشكرا للمشاهدة. نمرت النون، إلى اللقاء.